الاشخاص دون رقابه. قلت لهم في الزوبعه. جاءنا المدير العام للديوان المركزي لمكافحه الفساد يضربني على كتفي ويقول لي هذه هي الجزائر. معناها انا خارجه. ما عليه هذه الجزائر، شاكي مخليه يدخل خارج وانتم ما كنتوا تحاسبوا فيه. الشعب عادل العداله والحكم يريد عداله دائمه والشعب يريد دوله القانون. الشعب 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 يريد دوله القانون. إذا كان الجماعة اللي راهم حاسبين روحهم مجتمع مدني هما راهم بعيدين كل البعد عن الشباب، لا برلمانيين ولا منتخبين محليين ولا عيان ولا ممثلين المجتمع المدني، هم يمثلون انفسهم. قال لك رشيد عوين راهو يناضل وراهو يدير في خلط على جال مصر بالعمل نتاعهم. نقولوا لهم احنا نردوا لهم نهار 13 مارس ليله 14 ليله الوقفه تاع ورقه يعيطوا لي، يعيط لي السيد سعيد ولا يعيطوا جماعه النقابه ولا الوالي، ارواح رانا فينا لك المشكل، تفرينا المشكل كي نخرج الشارع. إذا كان يحاولوا يتفاوضوا معايا على المنصب العمل نتاعي، أنا مانيش باش نبيع مصالح شعب كامل بالمنصب العمل نتاعي. إذا كان تقولوا بلي راهي كان عدالة مستقلة، قضية نتاعي عادلة ونتشرف بها ومانيش نادم. ضحية منظومة الفساد لكني مانيش نادم. يا السجن يا الموت، واحدة منهم. ولا كان يقولوا عندنا عداله مستقله، على بالي بعدين قضيتي عادله عام زوز 10 سنين، الرئيس هذا ولا الوزير هذا ولا الوزير الجاي، الرئيس الجاي ولا اللي بعده ولا الوزير بعده ان شاء الله باذن الله راهو حقي مضمون ان شاء الله، راهي قضيتي عادله.